استيقظ، دماغك يخدعك. سلسلة خدع العقل، الخدعة الثانية، خدعة الأفكار السلبية التلقائية. قبل أن نبدأ بشرح الخدعة سنقوم بعمل تجربة مباشرة على مدى تركيزكم. هذا مقطع فيديو حاولوا معرفة كم مرة تم تمرير الكرة بين لاعبي الفريق الأبيض. جاهزون؟ فلنبدأ. أعتقد أنها كانت تجربة سهلة، لكن هل لاحظتم ذلك الرجل الذي مر أمامكم وهو يلف حبل المشنقة على رقبته؟ هذا الرجل كان نارا ثم نظر إليكم وبعدها أكمل طريقه وأنتم لم ترونه، لأنكم كنتم تركزون على شيء واحد. ربما هناك قليلة من الأشخاص الذين رأوه، لكن الأكثرية لم يلحظوه أصلا. لذا فإن دماغك يركز على الشيء الذي تركز عليه. إذا ركزت على الأفكار الإيجابية ستتحصل على أمور إيجابية، أما إذا سمحنا لدماغنا أن يركز فقط على ظلم الآخرين واستغلالهم لنا وتنمرهم علينا، فإن دماغنا سيخدعنا ويجعلنا ندخل في سلسلة من الأفكار السلبية، ولن يسمح لنا برؤية الموقف إلا من جانبه السوداوي السلبي. والحل هو التركيز على الأمور الإيجابية. وعندما تحس بسلسلة من الأفكار السلبية